اللي في الصورة دي اسمها أناليس ميشيل. اتلبست من 6 من الجن في نفس الوقت، شافت وقالت حاجات أغرب مما تتخيل، وقصتها واحدة من أشهر قصص التلبس الموثقة اللي حصلت في التاريخ، ده غير إن اتعمل عنها أفلام كتير جدا. الحكاية ابتدت سنة 1952. اتولدت أناليس ميشيل في مدينة ألمانية اسمها بافاريا، وكانت بنت طبيعية جدا من عيلة كاثوليكية مسيحية متدينة مكونة من أمها وأبوها و4 إخوات بنات. والبنت نفسها كانت متدينة وبتروح مع أهلها الكنيسة دايما، وكل حاجة كانت طبيعية لحد ما جت سنة 1968. اللي حصل في السنة دي إن أناليس دخلت الجامعة، وللأسف الجامعة دي كانت بعيدة شوية عن بيتها، فاضطرت إنها تسكن في سكن الجامعة. وفي يوم وهي نايمة فضلت تصرخ بشكل هستيري، وقالت لأصحابها اللي معاها إنها تعرضت لهجوم من جن، وإن الجن ده دخل جسمها. ومن وقتها وأناليس فضلت تصرخ وترتعش طول الوقت تقريبا، وحالتها كانت بتسوء كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. أناليس كان بيحصل معاها حاجات غريبة بشكل مرعب، زي إنها كانت بتسمع أصوات مرعبة وملهاش وجود، وكانت بتجيلها حالة بتخلي جسمها كله يفضل يرتعش بطريقة غريبة، وما بتقدرش تسيطر على جسمها وحركتها. ومع سوء حالتها ده اضطر أهلها في النهاية إنهم يخرجوها من الجامعة ويودوها تتعالج في مستشفى كويسة. وبالرغم إن المستشفى عملت كل ما يمكن فعله، إلا إنه ما كانش ليه لازمة قدام حالة أناليس الغريبة. الدكاترة كلهم كانوا محتارين، وأول مرة يتعاملوا مع حالة زي دي. وللأسف حالة أناليس كانت مستمرة بالتدهور جوه المستشفى، وبدأت تشوف أطياف أو خيالات غريبة لوشوش بتبص عليها طول الوقت، وتسمع أصوات وصرخات مرعبة طالعة من جوه راسها. والأصوات دي كانت بتقول لها إنها هتتحرق في نار جهنم. ومن الحاجات الغريبة اللي المستشفى سجلتها عن أناليس إن في واحدة من جلسات العلاج النفسي اللي كانت المستشفى بتعملها لأناليس جواها، أناليس بصت للدكتور بصة مرعبة وقالت له بجدية تامة إن جسمها مسكون، وإن الأصوات الغريبة بدأت تأمرها إنها تعمل حاجات معينة هي مش عايزة تعملها. لكن الدكتور وقتها فسر كلامها على إنه مجرد هلوسة، وده خلى أناليس تفقد الأمل في العلاج الطبي. وكمان المستشفى نفسها اعترفت بالفشل في علاج حالة أناليس، وقررت إنها تخرجها لأهلها بما إن إقامتها في المستشفى ملهاش لازمة، وكل يوم حالتها بتسوء أكتر من اليوم اللي قبله. وفعلا ده اللي حصل. بعد ما المستشفى طلعت أناليس لجأت عيلتها للكنيسة وقدموا طلب إن بنتهم يتعمل لها جلسات طرد أرواح شريرة، لكن طلبهم اترفض مرتين، وده لأن الكنيسة عندها معايير خاصة عشان تعترف إن الشخص اللي قدامها ملبوس من جن. ومن أهم المعايير أو الشروط دي إن الشخص ده يكون عنده كره شديد أو نفور من أي تعاليم أو رموز دينية، أو إنه بيتكلم بلغة أجنبية ما يعرفش عنها حاجة، ولا حد من عيلته يكون بيتكلم بيها، أو تظهر عليه قوة خارقة غريبة. ووقتها أناليس ما كانش عندها أي حاجة من المعايير دي، وعشان كده الكنيسة رفضتها. ومن بعدها بدأت حالة أناليس تسوء بشكل مرعب كأنها بتنهار، وكانت بتسب وتشتم أفراد عيلتها وتعض أي حد بيحاول إنه يقرب منها. وكمان بدأت تمتنع عن الأكل تماما، وقالت إن الجن اللي بيسكنها هو اللي بيمنعها من ده. وبقت بتقطع هدومها بشكل متكرر، وتسيب السرير وتنام على الأرض، وتاكل العناكب والدبان والصراصير وورق الشجر. وكانت بتشخبط على الحيطان شخابيط على هيئة رموز وطلاسم غريبة، وبقت بتحاول تقطع مناطق من جسمها. ده غير إن بدأ يظهر على جسمها كدمات زرقاء وعلامات ضرب واضحة جدا، وبقى عندها حالة عداء رهيبة لأي رمز ديني بيجي قدام عينيها، وبتحاول إنها تكسره أو تقطعه بأي طريقة. وكمان بقت بتتكلم لغات تانية زي اللغة العربية والعبرية والسريانية ولغات تانية قديمة، وده اللي خلى الكنيسة تغير رأيها وتوافق في النهاية إنها تعمل جلسات لطرد الجن من جسمها، وتكلف بالمهمة دي بشكل سري قس اسمه باستون إرنست. وللعلم من أول جلسة القس باستون اكتشف إن أناليس مسكونة من 6 من الجن، وكان أول حاجة سمعها من أناليس هو صوت رجولي خشن جدا بيقول تكلم تكلم ملعون. وقتها القس قال له انت مين؟ فردت عليه أناليس بنفس الصوت المرعب انا بل نحن، يعني ما تقولش انت مين، قول انتوا مين. فرد عليه القس وقال له من انتم؟ فرد الصوت عليه وبدأ يعد 1 2
3 4 5 6، احنا 6 ومن القرن ال16 ميلادي. فالقس رد عليه وقال له اسمك ايه؟ فترد عليه ب6 اصوات كل صوت باسم، وقالوا نيرون، فليشمان، هتلر، لوسيفر، قابيل، يهوذا. ومن بعد ما اناليس طلع منها الاسماء دي دخلت في نوبة هستيرية وجسمها كله اتجمد وفقدت الوعي تماما. ودي كانت اول جلسة طرد ارواح لاناليس ميشيل. ومن بعد الجلسة دي وافقت الكنيسة انها تكمل في عمل جلسات طرد ارواح لعلاج اناليس، وكان بيبقى موجود في الجلسات دي ابوها وامها واخواتها البنات الاربعة، واحيانا كل القساوسة اللي موجودين في الكنيسة والمصلين. وللعلم في حوالي 40 تسجيل حقيقيين القس سجلهم وهو بيعمل جلسات طرد الارواح لاناليس، ولسه ال40 تسجيل دول موجودين لحد النهارده. وما بين سنة 1975 و 1976 لمدة تقريبا 10 شهور كان بيتعمل لاناليس من جلسة لجلستين كل اسبوع. المهم ان في خلال الجلسات دي كانت اناليس بتخرج عن السيطرة وبتبقى قوية جدا، لدرجة ان كل جلسة تقريبا كان بيمسكها 3 رجالة أقوياء عشان يقدروا يسيطروا عليها، مع إن وزنها وقتها كان حوالي 40 كيلو. وبالرغم من ده كانوا أوقات ما بيقدروش عليها وكانوا بيربطوها بالسلاسل قبل بداية الجلسة. أنت متخيل؟ عارف إن كتير منكم بيسأل دلوقتي هل البنت كانت بتبقى أحسن بعد كل جلسة؟ الإجابة للأسف البنت بعد كل جلسة بتبقى أحسن شوية وبتحس بشوية راحة، بس بعد كده بترجع تتصاب بالنوبات دي مرة تانية. يعني أناليس كانت بترجع أناليس الطبيعية لمدة كام ساعة وبعدها تتحول تاني لأناليس اللي سكنها العفاريت. ولما كانت بترجع لأناليس الطبيعية كانت بتفضل تعيط وتقول لوالدتها إنها مش عايزة تفضل عايشة أكتر من كده، وتقريبا ما كانتش بتاكل إطلاقا، لدرجة إنه بيقال إن وزنها وصل ل 30 كيلو. ده غير إن حرارتها كانت بتوصل ل 42، واتصابت بمرض اسمه ذات الرئة وبقت ملازماها حمى شديدة وبقت في منتهى الضعف والخمول. وفضلت أناليس في العذاب ده لحد ما جه يوم 30 ديسمبر سنة 1976. في اليوم ده أناليس كان عندها جلسة طرد أرواح، بس وقتها لأول مرة أناليس قالت لوالدتها إنها خايفة. وبعدها بدأت آخر جلسة طرد أرواح لأناليس وماتت في الجلسة دي، وكانت آخر حاجة قالتها هي أتوسل من أجل المغفرة. وانتهت حياة أناليس ميشيل، وانتهت معاها قصة عذاب ربنا ما يكتبهاش على حد. وبالرغم ان قصة اناليس انتهت بس لسه الرعب ما انتهاش. بعد موت اناليس الشرطة قبضت على القسيسين اللي كانوا موجودين في جلسة طرد الارواح الاخيرة، واعتقلوا كمان والد ووالدة اناليس بتهمة الاهمال المؤدي الى الموت. وده لان تقارير الشرطة قالت ان السبب الرئيسي لموت اناليس هو الجوع بسبب امتناعها عن الاكل. والشرطة قالت كمان ان لو كان تم اجبار اناليس على الاكل قبل اسبوع من موتها كان زمانها عايشة. بس في المحكمة اخت اناليس قالت ان اناليس كانت بتكره المستشفى، وده لانهم كانوا بيجبروها على الاكل والادويه. وكمان اتعرض في المحكمه الاشرطه اللي سجلتها الكنيسه في جلسات طرد الارواح اللي اتعملت لاناليس، والتسجيلات دي كان فيها جمل غريبه جدا وبلغات مختلفه. وكمان من التسجيلات دي كان في تسجيل فيه حوار بين 2 من الجن اللي كانوا لابسين اناليس وكانوا بيتكلموا فيه بصوت رجولي ولغه غريبه. وكمان في تسجيلات بيظهر فيها صوت اناليس وهي بتقول ان الجن اللي بيسكنها شكله بشع جدا ولونه اسود وبيطير، وانها بتشوف ارواح واشباح بتخرج وبتدخل لجسمها باستمرار وكلهم لونهم اسود جدا. وفي النهاية حكمت المحكمة بحبس والد ووالدة اناليس والقسيسين اللي كانوا قابضين عليهم 6 شهور مع ايقاف التنفيذ بتهمة القتل غير العمد. طيب هل بعد كل ده موضوع اناليس انتهى؟ للاسف لا. الناس اللي راحوا ياخدوا التابوت بتاعها لقيوا حرق على التابوت على شكل ايد غير بشرية، والموضوع ده سبب ساعتها حالة من الخوف بينهم. لكن بعد دفن اناليس كل حاجة انتهت. والغريب كمان ان قبرها بقى مزار لزوار كتير جدا، واتشهرت بلقب القديسة التي انتصرت على الشيطان، واتعمل عنها 6 افلام بيخلدوا قصتها، واشهرهم هو فيلم ذا اكسورسيزم اوف ايميلي روز، والترجمة الحرفية هي طرد الارواح الشريرة من ايميلي روز. والمخرج حط اسم ايميلي روز بدل اسمها لان والدتها رفضت تماما ان يتعمل فيلم عنها لما اتعرض عليها، وقالت انها مش عايزة تشوف الكابوس ده مرة تانية. وبكده انا خلصت. ما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، وهستنى رأيك في التعليقات. ولو لسه ما عملتش اشتراك لقناة اليوتيوب اعمل بسرعة عشان تشوف كل الحلقات كاملة. وميعادنا كل اثنين وخميس الساعة 10. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.